وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول بعد فناء خلقه حين يقبض السماوات والأرض بيمينه جل وعلا، يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ سبحانه سبحانه سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها المتجددة وأزماتها في جانب آخر. ومن هذا الباب تناولت بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية قضية قديمة حديثة، ألا وهي قضية إنكار عذاب القبر. فأردت الليلة أن أبين الحق أيضا في هذه المسألة، وأن أرد ردا علميا هادئا
لأن الشبهة ما دامت قد أثيرت علانية وعلى الملأ فواجب على أهل العلم أن يدحضوا الشبهة علانية وعلى الملأ. أما إن ذكرت الشبهة في إطار ضيق ومكان مغلق فليس من الفقه في الدين ولا من حكمة العلماء الربانيين أن يدحضوا هذه الشبهة في مكان أوسع وفي نطاق أوسع، لأنهم بذلك يزيدون الشبهة اتساعا. ولا يشك أحد أن قلوبا كثيرة ربما تصيبها الشبهة وتتشرب هذه القلوب تلك الشبهات الخطيرة التي تعلن من آن لآخر وتنشر من آن لآخر، وربما لا يتخلص القلب بعد ذلك من هذه الشبهة إلا إذا شاء ربي شيئا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. وأنا أود بأدب وحوار هادئ إن شاء الله تعالى أن أبين الحق بدليله في هذه المسألة الجليلة الخطيرة الكبيرة. ولكن اسمحوا لي كعادتنا قبل أن نوضح الأدلة القرآنية والنبوية في قضية عذاب القبر ونعيمه، فأنا لا أريد أن أقف فقط مع عذاب القبر. لماذا لا نذكر نعيم القبر؟ فنحن نؤمن بنعيم في القبر وعذاب في القبر، وسنبين ذلك بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. لكن أرجو أن تعيروني القلوب والعقول والأسماع لهذه الأصول الكبيرة المهمة التي أؤصل بها لهذا الموضوع وبين يديه. الأصل الأول مكانة العقل. لا ينكر عذاب القبر إلا بإعمال العقول وتقديم العقل على النقل، ولو كان صريحا في القرآن صحيحا في السنة. فمنذ البداية أود أن أقول إننا لا نقلل أبدا من شأن العقل ولا من قدره، بل نثبت أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط ألا يتعدى العقل قدره، وألا يتخطى العقل طوره، وألا يجعل العقل من ذاته إلها أو حاكما على النص القرآني الصريح أو على النص النبوي الصحيح. وإلا لو كان العقل المعيار الأوحد لمعرفة الصحيح لصار الدين ألعوبة بين العقول، فربما يقبل عقلك دليلا يرفضه عقلي، وربما يقبل عقلي دليلا يرفضه عقلك. فنحن لا نقلل من شأن العقل، لكن للعقل مجاله وللعقل دوره، فليبدع العقل في مجاله الذي أراده له ربنا تبارك وتعالى أن يبدع فيه، فليتدبر في الكون.